كل سنة وانتم طيبين ومولد نبوي شريف على الناس كلها أجمعين، على الناس أجمعين مش بس المسلمين، لأن سيدنا النبي جه رحمة للعالمين. علينا بقى إن احنا نحتفل بسيدنا النبي صح. حلو إنك انت تجيب حلاوة المولد، حلو إنك انت تصلي على سيدنا النبي، حلو إنك انت تحتفل وتحتفي بهذا اليوم الجميل، بس الأحلى إنك انت تحتفل بسيدنا النبي كما ينبغي لسيدنا النبي. هقول لكم ازاي. في يوم مولد سيدنا النبي هيفرح بينا لما يلاقينا ماشيين على الصراط المستقيم، لما يلاقينا بنحتذي بكل اخلاقه في الحياه وفي التعامل وفي الدين. يشوف سيدنا النبي كان بيعمل ايه لما ينزل الاسواق، يشوف سيدنا النبي لما كان بيقابل مثلا طفل صغير ولا حد عجوز كان بيتعامل معاه ازاي، يشوف سيدنا النبي كان في التعاملات الماديه خير صادق امين. طول ما احنا ماشيين في حياتنا نبقى حاطين قدامنا سيدنا النبي. ما هو انت هتقول انا بقعد اصلي على سيدنا النبي كتير، حلو، صلي على سيدنا النبي، بس وانت ماشي بتصلي عليه في سرك او بالجهر او هو بس جوه قلبك بترددها، وانت ماشي دايما بتعمل حاجات اللي ترضي سيدنا النبي. يعني لما تتعامل مع واحد وانت ماشي في الطريق حدف عليك، رد فعلك لما يجي يطلع منك بدون انفعال، افتكر ان انت بتصلي على سيدنا النبي، وان سيدنا النبي لو في الموقف ده هيعمل ايه. مش هتيجي مثلا في طابور واقف وتيجي انت تقعد تتصنصح وتلف وتحاول تقف في اول الطابور وتاخد دور مش دورك. ساعتها هتفتكر سيدنا النبي انه واقف وباصص عليك. هل هينبسط من هذا الموقف ولا هيقول لك ايه؟ وهكذا في تعاملاتك مع أهلك هتلاقي قدامك سيدنا النبي، فهتبقى بر بأهلك. وانت بتتعامل مع أهل بيتك وأولادك وزوجتك افتكر سيدنا النبي. ساعتها هتلاقي نفسك بتعمل فعلا كل شيء جميل. يعني مثلا مش هتبقى زوجتك تعبانة وانت قدامك حبة أطباق ومواعين وتقول لا ده أنا راجل أنا معرفش أمسك الحاجات دي وأقعد أغسلها، هي تعبانة هي براحتها. لا، ساعتها افتكر سيدنا النبي انه كان بيساعد اهل بيته، فيوم ما هتقف مع زوجتك وهي تعبانه شويتين في اي حاجه في البيت مش هتتكسف وتنضح عليك رجولتك لانك مش ارجل من سيدنا النبي. ساعتها هتقف وهتعملها سنه لسيدنا النبي. ده اللي انا اقصده فعلا بالاحتفال الحقيقي بسيدنا النبي. طبعا جميل ان احنا ناخد سننه في العبادات، لكن اقصد كمان ندخلها في الحياه وفي المعاملات. ساعتها فعلا هنبقى على حق جايين نحتفل بسيدنا النبي. وهتقعد من السنة للسنة طول ما انت ماشي في حياتك وبتذكر سيدنا النبي وتصلي عليه، افتكر في أي موقف هتعمله سيدنا النبي واقف وبيشوفك. هعمل الصح ولا هعمل اللي هيزعله مني؟ أكيد لو كلنا مشينا بهذا المبدأ في الحياة أغلب أفعالنا هتبقى ماشية جميلة ومريحة الحياة من حوالينا. ما هو أصل سيدنا النبي أخلاقه ومعاملاته في الحياة كتالوج لينا نمشي عليه ونرتاح وحياتنا تهنى. تخلقوا بأخلاق سيدنا النبي، دي أحسن هدية تجيبها لسيدي وسيدك في مولده العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على من بعث رحمة للعالمين. سلام عليكم. تمسوا بالعافية.